الكون مليان أسرار، وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي، وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. كنا بدأنا سلسلة الأبراج المحيرة، وحكينا قد إيه أصحابها بيكونوا مميزين جدا وخارجين عن المألوف. الحلقة دي هكلمكم عن تاني برج محير الناس، هو برج الحمل تور. ودول الناس اللي بيتولدوا يوم 20 21 و22 إبريل. تعالوا الأول نتفق إن كل برج له عنصر معين، وهم 4 عناصر: نار، تراب، هواء، مية. يعني احنا معانا برج ناري اللي هو برج الحمل، وبرج ترابي اللي هو برج الثور. تخيلوا معايا كده شخص واحد بيجمع بين العنصرين دول، يعني عنده عنصر مولع زي النار وعنصر ثابت زي التراب. يا ترى شخصيته هتبقى عاملة ازاي؟ أكيد الشخص ده هيفوق كل التوقعات. ازاي؟ هقولك ازاي. معروف عن الأبراج النارية وخصوصاً برج الحمل سرعة التصرف والاندفاع والعصبية والدم الحامي والطاقة الزايدة، وإن صبره قليل وخلقه ضيق وما بيقدرش يصبر ثانية واحدة، وغضبه عامل زي البركان. لكن لازم نديله حقه ونقول إنه بيهدى بسرعة وبيسامح كتير. أما الأبراج الترابية زي برج الثور تلاقيه ثابت وتقيل جدا في نفسه ومتربع على عرش العند، لأنه ملك العند وهو أكتر حد عنيد في الكون، وبيتأنى في كل حاجة هو بيعملها عشان بيطبق المثل اللي بيقول: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. شخص صبره ملوش حدود وهادي جدا ومش متهور، لكن لما يوصل لمرحلة الغضب يبقى عامل زي الزلزال المدمر بمعنى الكلمة، ومستحيل يصفى ويسامح لأنه صبر كتير جدا، فصعب جدا إنه يصفالك. كده الاتنين عكس بعض، واحد خلقه ضيق ومتهور والتاني عكس الصفات دي كلها. هل قابلت في حياتك أشخاص زي دي؟ وبتبقى محتار هم أنهي برج فيهم؟ تلاقي الشخص ده بشوش قوي ومسالم جدا، وفجأة تلاقيه وقت الغضب شخص تاني ما تعرفوش، يا إما متهور ومندفع بس بيرجع يصفى، يا إما بيدمر كل حاجة حواليه وما يسامحش أبدا، حسب بقى اللي ماسك الشفت. أكتر حاجة هتميز الشخص ده الجراءة والتلقائية والشجاعة، لكنه برضه هيحيرك. مرة يحب الأماكن الدوشة زي صالات الديسكو والحفلات، ومرة يحب الأماكن الهادية يقعد يتأمل الطبيعة اللي حواليه. طبعا الكواكب الحاكمة ليها دور معانا. إزاي؟ هقولك إزاي. مولود الحمل كوكبه الحاكم المريخ، ومولود الثور كوكبه الحاكم الزهرة. كوكب المريخ بيدي طاقة اندفاع وعنف وجراءة وجاذبية جنسية، أما كوكب الزهرة فبيدي طاقة حب الجمال والرومانسية والجاذبية العاطفية وحب الرفاهية. يعني معنى كده الشخص ده عنده كوكبين بيدوله الصفات اللي قلنا عليها، يعني هتلاقيه جذاب وجريء وخارج عن المألوف، وبيعمل حاجات غير متوقعة زي رامز جلال لأنه برضه برج محير. وكمان هتلر النازي اللي دلع شعبه وحرق اليهود وكان قاسي جدا مع أعدائه. الحلقة الجاية هكلمكم عن برج تاني تركيبة مختلفة ومميزة، استنونا الحلقة الجاية.